السلام عليكم، معكم حازم بعزام، ورجعت لكم فيديو جديد. في فيديو اليوم راح نحكي عن شخص تجرأ وهددني بحذف قناتي. تخيلوا بده يحذف لي قناتي انا، يعني قد ما هو هيك كبش وهيك وحمش بده يحذف لي قناتي. تعال في قلبه ما اسكى. خلينا نشوف مين هالشخص وايش شو بعت لي. خلينا نشوف، اترككم مع الفيديو. ابو عرب بعد ما عملت عنه فيديو مسحت فيه الارض وهزقت كرامته فيه، بيبعت لي على الخاص على الانستغرام بيهددني بحذف قناتي اذا ما راح احذف له الفيديو بعد 24 ساعه. طبعا انا تركت الرساله هلا لحتى برد علي لاني حذرني وما احسن ترد علي على الخاص، فبدي رد عليه بفيديو. خليني نمسح فيه الارض بفيديو. ايوه كده يا وديع، اخيرا فهمت يا وديع. قبل ما نكمل الفيديو خلينا نغير له اسمه، لاني ابو عرب هذا اسم ما بيشرفه ما بيلبق له. خلينا نغير له اسمه نسميه سوسو. اسم سوسو كتير حلو وكتير بيلبق له، من يوم رايح بس بنسميه سوسو كل ما حكينا عليه. تمام يا شباب؟ أنا سوسو الحضارة. أعرف ألعب بالطابة. سوسو عقد ما غليظ وزنخ ودمه تقيل، لسه بيبعت لي وبيهددني بحذف قناتي وبيقسم وبيكذب علي وما بعرف ايش بيحكي. خلينا نفرجيكم الرسالة ونشوف ايش عبقلنا ونرد عليه كل جملة بجملتها. خلينا نمسح في الأرض، ما في ورانا شيء. طبعا هون شغلت على الكلام مو كويس مشان ما نحذر. سوسو بعثت لي لسه بيجيني كل معاق محتوى ما بيعرف يتصور سيلفي. طبعا يا حبيبي يا سوسو، ما هي الشغله بالمحتوى التصوير سيلفي، يعني ما في شيء اسمه محتوى تصوير سيلفي. يعني انت يا اما مالك فاهم بالسوشيال ميديا، يا اما انك لما كنت عم تكتب الرساله كنت شارب لك شي شغله بالغلط، يا اما اخذ لك تحميله من عند ابو عبده هذا دليتك عليه هذاك الفيديو. ما بعرف، يعني اكيد اخذ لك تحميله من عند ابو عبده دليتك عليه لحتى هيك صاير فيك كتبت هالرساله. سمحت اموريني. بليز ممكن تدلني على محل ابو عبد الكهربجي؟ ابو عبد الكهربجي شو بيشتغل هاد؟ عندك ابو عبده بيشتغل ببيع التحاميل من جميع الاحجام والانواع والاشكال، وحتى في عنده حجم عائلي وللمعاقين اللي مثلك ومثله وللمنقولين اللي مثلك ومثله. وبعدين يا حبيبي اذا مالك فهمان ايش شو محتواي انا محتواي انتقاد الناس الزباله اللي مثلك واللي بتشبهوا فيك وبيصوروا مثلك فيديوهات. عرفت علي كيف؟ فاذا انت انضغطت زياده هذا حكي ثاني. بوم باو. لانه انت فيديوهاتك عباره عن ترويج محتوى للاطفال، محتوى سيء، عباره عن ترويج لانه الحب حلال وبصير وما في شيء بدون الحب بصير. كل فيديوهاتك عباره عن حبيبي وحبيبتي. فيديوهاتك هدول كل متابعينك انت اطفال، لا تقلي فوق السن ال 18، لانه لو في حدا فوق السن ال 18 راح يكون عامل حساب اكبر من عمره، او بيكون عقله مو مكتمل، يعني خيضد. اوه ماي جاد، واو. بعدين انت بس فهمني ايش يعني محتوى ما بيعرف تصور سيلفي. هي بس فهمني اياها، انا هلا ما دخلت في مخي، يعني ما بعرف شلون هي، منين جبتها منين كتبتها ما بعرف. انا بس هي بدي افهمها، فرجاء ترفع عني الحظر وتقول لي ايش شو هي محتوى ما بيعرف يتصور سيلفي. الفيديو قتلت ابو عرب فيه، فشرت اني اشوفه. يعني لو مالك شايفه متمعن فيه ومضغوط منه كثير راح تتفجر، ما تبعت لي كل هالجريده وبتخبص فيها كل هالتخبيص ومضغوط مني كل هالشيء. يعني انا محتواي انتقاد، بنتقد اي محتوى ممكن يجي على بالي، ممكن انتقد منتقد، يعني ما في اي مشكله يعني. فانت لا تنضغط زياده من اي واحد بنتقد، لا تنضغط من اي واحد بينتقدك. عرفت علي كيف؟ يعني بما انك انت دخلت بالسوشيال ميديا باجباري في 1000 واحد بده ينتقدك ويتنمر عليك ويحكي عليك، ما في اي كلام يعني. يعني ما بعرف، ما راح احسن احكي باقي الرساله، يعني قد ما لك غليظ ووسخ وكشاش وبتبيض كتير. انا خايف اخر شيء تطلع عور الدجال قد ما بتخبص وفيديو كل شيء، يعني كل شيء عندك غلط، انت كل حياتك غلط، يمكن جاي بالغلط انت كمان. راح اعطيك مهله للصبح، اذا ما حذفت الفيديو راح احذف لك القناه من اصلها. والله باين انتو يعني زلمه كتير يعني. ها طبعا انا صار لي اسبوعين بعت لي هالرساله وعم بستنى فيه. لهلا ما حسن يحذف لي القناه مع الاسف الشديد. وراح اقول لك يا سوسو ما راح تحزن تحذف القناه، لاني انا بعرف في اليوتيوب، صار لي في اليوتيوب شيء 3 سنين 4 سنين. يعني كان عندي قناه 111,000، كان عندي قناه 36,000، وعندي هاي القناه 9,000، وعندي قناه 1700، وعندي قناه 1200. تمام حبيبي؟
يعني انا عندي اليوتيوب هيك سلطه، ايمت ما بدي بنزل قناه بفتح قناه وبنزل عليها فيديوهات، ايمت ما بدي بسكرها وبحذفها بختفي من الوجود. فلا تبرك هلا هيك تسوي لي عنتر وتعمل لي حالك زلمه، تبرك تخوفني تفكر انه انا لسه جديد في اليوتيوب. لا حبيبي، انا قديم في اليوتيوب، انا قديم لما انت كنت مفكر اليوتيوب معلم بسكويته بتشتريها من الدكان. عرفت حبيبي؟ بعدين يا حبيبي عم تهددني بتقلي تعال غازي عنتاب مشان دوس في شويربك واتعذب وروح حط مصاري ومشان بس مشان دوس في شويربك. ليه لا اطلع واتعذب انا؟ بلا صياح أرجوكم، بلا صياح. انت تعال تجي لهون بنداس في شويربك ترجع معزز مكرم على غازي عنتاب، بعدين بتبعت لي بتقلي تعال غازي عنتاب، مالك بعت لي وين انت بغازي عنتاب؟ والله العظيم ما بفهم. لا بتحذرني كمان. شلون بدي اعرف وين انت اذا جيت لعندك غازي عنتاب؟ خلص انت تعال لهون بدوس في شويربك وبرجعك لهونيك معزز مكرم، بس اول ما ترجع اطعمك كم قرصه شعبيات. ايش بدك احلى من هيك؟ دلالة ابو موزه. بس والله هذا كان مقطعنا لليوم، لا تنسوا تحطوا لنا لايك، اشتراك للقناه، وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل فيديو جديد. واذا حبيتوا تتابعونا على حساب الانستغرام هذا هو، وحساب الفيسبوك هذا هو، وانتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله. ما مطول عليكم، سلام.